السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ سوق جديد ومكان جديد. طبعا سوق الطيور او كل انواع الطيور هتلاقيها في المكان ده، وكمان جايبه لكم اسعارها، وكمان هقول لكم ايه اللي بيبقى موجود في السوق ده بكل التفاصيل. طبعا المكان ده ارخص مكان هتجيبي منه الطيور البلدي البيتي اللي كله بيربيها. طبعا الفلاحين بيربوا الحاجات دي في البيت، بيبقى طعمها مسكر طبيعي، بتبقى جميلة جدا. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي. والنهاردة سوق الحد اللي هو كل أنواع الطيور هتلاقوها فيها. أول حاجة أنا عملتها وهو أنا سألت على السمك، لأن أنا كنت ناوية أجيب سمك في واحد هناك أنا بحب أجيب منه السمك بصراحة. بسم الله ما شاء الله عليه، سمكه حلو وحلال جدا ميزانه. سألت هنا الست دي بقول لها السمك بكام؟ قالت ال 110 وب 100. طبعا الصاحب 110 والتاني ب 100. طبعا عديت على الراجل بتاع البط. البط ده يا جماعة بط مولر، ده من احلى انواع البط. طبعا بيربي لحم جميل جدا هو والمسكوفي، وبرضو في نوع تاني جميل جدا، وعنده برضو النوع الفرنساوي. قال لي الجوز عاملين 90 جنيه، والمانجا دي لقيتها ب 40 جنيه نعومي. وهنا بقى الجوافة كانت ب25 جنيه لو هتنقيها. عايزة اقول لكم ان السوق ده متوفر فيه كل حاجة، كل حاجة هتلاقيها في السوق ده. كام السمك؟ كام السمك البلطي؟ طبعا هتلاقوا كل حاجة متوفرة في السوق ده زي ما انا قلت لحضراتكم. وكمان السمك هو ده بقى الراجل اللي انا قلت عليه بيبيع السمك وهو جميل جدا، اسمه محمد. هتلاقوه برضو في السوق ده. هتلاقوا عنده سمك مكرونة، سمك بولتي، سمك مكاريل. بصراحة بسم الله ما شاء الله، شايفين طبعا السمكة بسم الله ما شاء الله لمعت عينيها عاملة ازاي، يا صح يا ولد. ولونها وشكلها باين عليه صابح وطازة. كام كده يا حبيبي؟ الكيلو كان ب85 جنيه. طبعا جبت 6 سمكات، 8 سمكات عملوا 2 كيلو. توزن كده. وجبت معاهم. سمك المكاريل، طبعا قال لي ب90 جنيه. طبعا انا جبت قد كيلو وي، يعني انا جبت الاول واحدة قلت هعملها تونة استنى طيب. معاكم ان شاء الله في القناة. فلقيتها بصراحة، لقيت الكبيرة الحلوة دي بتبقى حلوة قوي في التونة. فرحت اشتريت الاتنين كبار، وزن لي واحدة الأولانية قال لي ب65 جنيه، كام والتانية كيلو؟ الأخيرة اللي أنا جبتها منه قال لي ده اخره كده ب50 جنيه. زي البلطي. يعني الحسبة طب مية ما تنضفيه لي وخمسة طيب مية معاك. وخمستاشر للسمكتين الكبار. طبعا أنا هوريه لكم دلوقتي شكلهم عامل ازاي. طبعا هو قال لي سمك تونة، قلت له لا ده مش تونة. قال لي لا، ده حاجة أحلى من التونة. قلت له ده مكاريل. فقال لي ده ادي الجاي المكاريل بكام؟ أحلى من التونة. قلت له ماشي. اهو بسم الله ما شاء الله، شايفين السمكة قد ايه توزن، يعني سمكية حلوة دي مش محملة. تونة ده طبعا السمك التونة البلطي. كل ما ده اللي السمكية بعته تبقى لك كبيرة اصلا. معاكي دي كل ما تديكي مكاريل مش طعم حلو، تونة. مبيبقاش فيها زفارة عالية زي السمك الصغير. طبعا ان شاء الله في يوم من الايام كده باذن الله هنعمل التونه المخلله معاكم باذن الله، هتطلع طعمها حكايه. بس الاول نستنى شويه عشان بصراحه شادت سعرها قوي قوي، يعني الكيلو ب90 جنيه. احنا كنا بس بنجيب غالية الكيلو قوي. ارخص من كده بكتير، بس للاسف خليها كانت غاليه. 85 بقى. يبقى ده ها. السوق ده هتلاقي فيه كل الخضار، كل الفاكهه، كل حاجه. مانجا برضو هتلاقيها هناك خليها رخيصه. 85 وزن كده. طبعا هنا بقى السوق ده هما اساسه بس ابوس الطيور، ايديا بص يعني وقد اساس ايه. السوق ده هعملها تونه الطيور مش هعملها. البلدي، البط المسكوفي، في بط بلدي، في فراخ بلدي يلا السمك امهات، بتاعه. وفي فراخ بلدي اللي هي الصغيرة. وفي برضو الكماش عندك. الارانب. وهتلاقوا وز، وهتلاقوا جميع انواع الرومي موجود برضو هناك. طبعا هنا والمكرونه بتبيع السمك بكام؟ التون، السمك المكرونة كان عنده ب70 و75 و85، ب70 و75 و80. انا هنا سايبه لكم الصوت بتاع الفيديو عشان برضو تعرفوا الاسعار وتسمعوا بودنكم، خد يا لان في ناس محمد. بتخش تقول لي شفت ما هاتي فيش هتعوزي ايه؟ الكلام ده. فانا بحاول ان انا اسيب لكم الصوت يا جماعه بتاع الاسعار عشان تسمعوا ماشي كده وتتاكدوا كله بيه كام؟ نفسكم. طبعا انا هنا خلصت، بس للاسف هو مرضيش ينضف لي السمك، قال لي انا ما شفتي بنضفش. بتفر مني ولا فدبست انا حاجه؟ بصراحه ونضفته في البيت. عايزه اقول لكم ايديا اتبهدلت خالص، انا مش من عادتي ان انا اخد السمك انضفه، ما بحبش اعمل كده. بحب انا ما اديه عنديش لحد مقص ينضفه لي. بس انضف هو الراجل اللي النهارده. معاه
مش موجود انه ينظف بصراحة. يعني انا الراجل دايما بيبقى معاه واحد، بس ما كانش موجود إن اليوم ده. طبعا انا بروح الساعة 9 الصبح بلاقي كل الناس قاعدة فرشة. الحمام، لقيت الحمام هناك الزغاليل الصغنون ده عامل 180. طبعا هجيب لكم دلوقتي كل حاجة، بس هنا ان انا اخلص معاه. ووريتكم السمك وحبيت ان انا اوريكم، ولو حابين تعرفوا تفاصيل المكان نفسه اكتبوا لي في الكومنت وهقول لكم على التفاصيل. طبعا جيت لقيت واحد بيبيع كوبايات، بس بصراحة لقيته غالي بصراحة، بيقول لي الكوباية ب10 جنيه، الستة ب60 جنيه. فسبته ومشيت، ما رضيتش اشتري منه لان هو زايد فيها شويه، مش للدرجه دي يعني. بس كده خلاص هسيبه بقى وهمشي دلوقتي نشوف الاسعار بتاعتنا ايه. نيجي بقى للست ده، في حاجه جميله جدا لازم تاخدوا بالكم منها يا جماعه. ما حد، البط البلدي غير البط المسكوفي غير البط المولر، بتختلف تماما. طبعا هنا الزغاليل، الحمام الزغاليل قال لي الجوز عاملين 180، والوزة دي بقول له ده دكر، الوزة دي دكر، قال لي عاملة 350 جنيه. فبقول له قد ايه؟ قال لي امسكيها. فانا بصراحة لقيتها مخشبة يعني مش حلوة، ناشفة مش فيها لحم حلو، فما عجبتنيش. فانا مشيت بصراحة وقلت ايه، اشوف كده الاسعار ايه، بحيث ان انا لما انزل ان شاء الله اشتري اعرف الدنيا ماشية ازاي. طبعا دي برضو وزاية، ودي عندها ارانب. وده بط بلدي. طبعا البط البلدي قالت لي الاتنين عاملين 500 جنيه. طبعا البط البلدي حرام ان انا ادفع 500 جنيه في بط بلدي. البط البلدي يا جماعة مش مستحب زي البط المسكوفي، في فرق ما بين البط المسكوفي والبط البلدي. تمام. البط المسكوفي بيبقى من راسه من فوق فيها حتت حمر، لكن ده بط بلدي ما بيبقاش مسكر. يعني هو حلو بس ما بيبقاش زي البط المسكوفي والبط المولر. البط المولر بيربي لحم عند الصدر، بتلاقي لحمه احمر وحلو هو والبط المسكوفي. بيبقى كمان سكر مسكر جدا جدا، لكن ده بط بلدي. فانا بقول لها ده بلدي عامله كام الواحده؟ قالت لي لا ده هو مش بيتوزن، ده بيتي. قلت لها بيتي اه. قالت لي ب 200، قالت لي ب 500 جنيه الاثنين. طبعا انا سبتها ومشيت لان هو اساسا الاسعار مش حلوه خالص، ما عجبتنيش. فانتوا لما تروحوا هناك مش اي حد يقول لكم سعر تشتروا الحاجه على طول، لا اوعوا، هتلفوا تسالوا مره واثنين وثلاثه لحد ما توصلي للمكان المناسب وتقولي السعر اللي يعجبك. بس اكشفي بصي على حاجتك كويس قبل ما تجيبها، ما خليش حد يضحك عليك. طبعا بسم الله ما شايفين الوز، بسم الله ما شاء الله حلو ازاي. ده النوع ده حلو اللي هو واقف على حيله دوت، ده مليان لحم. وعندكم البط الابيض، وعندكم اللي هو البط الشرشر، والديك الرومي. طبعا ده بط بلدي برضو. هنا انا ما شفتش حد قاعد ببط مسكوفي بصراحة، لان البط المسكوفي يا جماعة بيبقى غالي والرومي بيبقى غالي. هو هنا الرومي الناس هنا يعني تلات ارباع الناس هنا في المنطقة ملهمش في الرومي قوي، فتلاقي الرومي ما عليهوش طلب قوي. طبعا احنا كده عدينا. هنيجي هنا البطاطس دي كانت ب7 جنيه ونص، قال لي الأربعة ب30 جنيه. رحت بصراحة جبت 2 كيلو، قال لي خدي أربعة. قلت له لا أنا هكتفي لأن أنا بصراحة ما كنتش قادرة أشيل. فجبت جبت قصدي البطاطس ورحت إيه وزنتها. حاجة كمان بالنسبة للبط والطيور اللي هناك، في طيور بلدي تقدري إنك تشتريها. يعني أنا أما جت أختي مثلا تولد وكده، رحت هناك السوق ده وجبت لها من هناك بط، جبت لها فراخ الصغيرة اللي هي البلدي. في فرق ما بين الفراخ العتائي وفي فرق ما بين الفراخ البلدي الصغيرة. الفراخ البلدي مش الصغيرة، بتبقى فراخ بلدي يعني ما اتبضتش كتير وكلام من ده، بتبقى حلوة لسه صغيرة ورور زي ما بيقولوا. فدي ما بتاخدش سوا وبتبقى حلوة. طبعا اللي يروح هناك لازم تتأكدي ان الحاجة بتاعتك بيبان عليها جدا ان هي صغيرة او كبيرة، بتبقى باين في لحمها لما بتمسكيها. فانا جبت من هناك ساعتها الفراخ كان طعمها زي العسل وبترمي لك شوربه جميله جدا. وبرده في فراخ اللي هي الكبيره الامهات دي بتبقى بلدي، عايزه اقول لك تاكلي منها احلى لحم واحلى، بتبقى طعمها زي السكر وتاخدي منها احلى شوربه. بيبقى لون الشوربه بتاعتها اصفر وجميل جدا، وبتديكي دسامه مش طبيعيه. يعني عايزه اقول لكم اما تروحوا السوق ده ركزوا على الناس النظيفه، في ناس نظيفه قوي حاجتها حلوه. لو غلت عليكي فصلي معاه ونزلي في السعر ما تسترخصيش. فهنا خلاص احنا كده هنقي البطاطس، نقيت البطاطس وزنتها، جبت بال20 جنيه كلها.
فاحنا طبعا وفي ارانب برضو، وفي مكان هناك بيذبحوا فيها الطيور دي وتاخديها نظيفة. بس انا ما برجحش انك تنضفيها عند الناس دي، ما بتبقاش حلوة زي ما انت توديها عند حد بيفهم اللي هما في الطيور، اللي هو محل. تاخدي الفراخ البلدي او البط او الوز او الحاجة اللي انت عايزة تذبحيها وتوديها هناك، هو هينضفها لك ويخليها لك زي الفل. طبعا لقيت هنا واحد بيبيع العنب الجميل اللي انتوا شايفينه ده ب20 جنيه. جبت كيلو ونص، قال لي اديك 2.5 ب50. قلت له لا، انا مش عايزة 2.5 ب50، انا هكتفي بالكيلو ونص بس. طبعا جبت كيلو ونص، وقال لي الجوافة ب30 جنيه، لو انت عايزاني اعملها لك اعبيها لك ب25. مرضتش بصراحة اجيب جوافة، اكتفيت ان انا هجيب مانجا مش هجيب جوافة. انت ايه يعني رايح تسيب لي كله وتشيل الحلوه؟ ربنا يبارك لك يا رب. بكام يا عم الجوابه دي؟ بكام؟ ب 30. 25؟ بعديها. خلاص كده. ده صغير اهي. اما بالنسبه للحمام، فانت الحمام ما تذبحوش هناك خالص. خدي الحمام، انا بصراحه جبت من هناك الحمام بتاعهم جميل جدا. بس برضو تنقي الحماميه بتاعتك، تمسكي الحماميه بتاعتك تشوفيها كويس كده، لان في ناس بيبقى ما عندهاش ضمير، بيبيعوا الحمام هناك، بيبقى عيان. فانت تاخدي بالك برضو من حاجات زي كده. فهنا انا ببقى محدده الناس الكويسه جدا، من الناس اللي هي يعني بيبقى معروفين بصراحة. في ناس محترمة جدا هناك، وتلات ارباعهم ناس محترمة. طبعا هنا لقيت البلح السيوي ب25 جنيه، بكام السكري؟ اللي هو شكله جميل بصراحة. وبعد كده لقيت واحد بيبيع مانجا، بيبيع المانجا النعومي ب30 جنيه، بيبيع المانجا الفص ب30 جنيه، بيبيع المانجا السكري ب30 جنيه، بيبيع المانجا الهندي ب30 جنيه. كل حاجة ب30 جنيه. عايزة اقولك المانجا بتاعته كانت سكر بصراحة، وبالذات نعومي كانت حكاية بصراحة. ما كنتش اعرف انها تبقى مسكره قوي كده نعومي. انا ما جبتش كتير، انا لقيت كام واحده بس. هات شنطه. بس بصراحه طعم المانجا بتاعته تجنن. وهناك المانجا الزبديه كانت عامله 30 جنيه للخزين. والبلح هناك برضو كان كتير، اللي هو الحياني كان ب25 وب 18. اما السيوي كان اغلى نوع، اللي هو كان ب25 جنيه. طبعا زي ما انتم شايفين كده. هنا الناس بتنقي، فواحده جت وانا بنقي المانجا بتقول لي المانجا ديت حلوه ان انا اخزنها، اللي هي الخضره اللي هناك دي. قلت لها دي مش زبديه، خليكي في الزبديه، لان المانجا اللي هناك دي بيبقى فيها شعر كتير، فمش هتبقى لطيفه انك تخزنيها. الزبديه حلاوتها ما بيبقاش فيها اي حاجه من دي ماشيه خالص. جايبه من بره. لا شعر. طبعا في عنده اللي هي المانجا اللي قدامكم دي، اللي هي الطويله شويه دي هندي، هي دي الهندي اللي انا بقول لكم عليها. لا لا فص اللي هي. 30. خد يا عم هات اتنين. طبعا انا جبت ليا وجبت خدي لجارتي. وزلي دي كده. بصراحة كانت جميلة قوي، كان طعمها حلو قوي، اللي هي السكري كانت تحفة. تخبطي لي رجلك. عجبتني. جبت ال4 كيلو ب120 جنيه. جبت لي انا 4 كيلو، وجبت لصاحبتي برضو 4 كيلو، لان هي بتحب المانجا. 30 يا حبيبي. وكانت قايله لي قبل كده لو نزلت السوق هاتيلي. وكانت طالبه ان انا اجيب لها زيتون، بس السوق ده بصراحة ما لقيتش حد بيبيع فيه زيتون. هات شنطة تاني. هات شنطة. خد كده. لا بالراحه وانتوا بتنقوا السكري عشان اوزن دي. اوزن دول طيب. حط بس لو زاد حاجه شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. معكش تاني من دي يا عم تفضي. اوزن زي ما انتم شايفين كده. معكش تاني من دي تفضي يا عم. فنصيحة، اما تيجوا السوق ده، احلى حاجة تعملوها هي تبصوا على حاجتكم الاول. تخشي السوق، تتفرجي على حاجة، تسألي على الاسعار من واحد واتنين وتلاتة، وبعد ما تستفسري على الاسعار ترجعي اللي يناسبك، اللي سعره عجبك، وتتكلمي معاه. بس الاول ما تشتريش الحاجة الا ما تمسكي حاجتك تبصي عليها كويس قوي، لان في ناس هناك بيبقى ما عندهمش ضمير، بيبيعوا حاجات ما بتبقاش نظيفة. فتاخدي بالك من حاجة زي كده. وفي نفس الوقت البط، لو جبتي بط ما تجيبيش. في ناس بتحب البط الشرشر، انا ما احبش البط الشرشر، بيبقى مربي دهن ما بيبقاش مربي لحم.
عندك افضل انواع البط اللي تشتريها البط المسكوبي، البط المولر، في بط نوع تاني فرنساوي برضو جميل مش وحش، وفي نوع رابع برضو هو البط التور او حاجة زي كده. اه دول بيربوا لحم وبيبقى لحمهم احمر زي اللحمة البلدي، وطعمها بيبقى بصراحة خرافة. يعني انا شهر رمضان اللي فات كانت في واحدة صاحبتي مربية بط مسكوفي، جبتي منها الواحدة كانت 2 كيلو بس. عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله عليها، كانت مليانة لحم، الصدر كله كان لحم احمر. طبعا هتلاقوا الفيديو موجود في القناة لو حابين تشوفوه. انا كنت مستقلياها قوي، بس لما عملتها ولا كشت ولا اي حاجة، كانت كلها لحم ما كانش فيها دهن ابدا. فانضف بط هتجيبوه بط المسكوفي المولر الطور الفرنساوي. ما تجيبش الشرشر، الشرشر كله دهن وعظم على الفاضي. فهو الشرشر بيبقى لونه ابيض يا جماعه عشان برضو تبقى عارفين. البط البلدي اللي انتوا شفتوه الاسود ده بط بلدي مش بط المسكوب. البط المسكوب تلاقيها محمله كده وبتمشي كده بطه زي ما بيقولوا، اللي هي بتقولك يا رب ايه ارض تهدي على اللي عليكي قدي، بتبقى مليانه لحم كده. لكن ده بلدي، ده ياخد اكل بس ما يديكيش لحم زي البط المسكوبي والمولر. طبعا هنا انا خلصت خلاص المانجا وهاخد بعضي وهحاسبه، وبعد كده همشي طبعا على طول وهوريكم السوق وانا راكبه التوك توك كده من بره يبقى عامل ازاي. انتوا بقى لو حابين ان شاء الله انزل لكم تفاصيل العنوان بالتفصيل نكتبوا لي في الكومنت وهقول لكم العنوان بالتفصيل وازاي تجوا من كل محافظه ومن اي مكان انتوا حابين تجوا منه. الحاجات دي يا جماعه انا بنزل ان شاء الله على دخلة شهر رمضان. نبتدي بقى من دلوقتي، ان شاء الله نظبط نفسينا. علشان خاطر ميزانية شهر رمضان. وان شاء الله انتظروا فيديو لتجهيز حاجات لرمضان والميزانية اللي نقدر ان شاء الله من دلوقتي نعمل حسابها لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. لان شهر رمضان هيجيلنا في الشتاء في عز السقعة، فاحنا لازم بإذن الله نعمل حساب الوقت ده. يا عالم في ناس هتقولي يا عالم مين يعيش ومين يموت. لا يا جماعة تفاءلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم. ربنا يجعل شهر رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. ونبتدي ان احنا نجهز لوازم شهر رمضان علشان خاطر نحسب حسبتنا كويس جدا، علشان لما نيجي ان شاء الله نجيب لوازم الحاجات بتاعت رمضان من السوق ده. انا بنزل اجيب الحاجات اللي انا بحتاجها كلها. لو حمام اجيب حمام، اجيب فراخ بلدي، لان الفراخ البلدي هنا طعمها جميل قوي لان هي بيتي. فالحاجات البيتي بتبقى اطعم واحلى بكتير. فانت ممكن تجيبي البط المولر اللي انا قلت لكم عليه الكميه اللي تعجبك وتربيها لشهر رمضان يبقى معاكي خير ربنا كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكومنت جميل من قلبكم. مع السلامه.